سيدتي الجميلة، يومك سعيد. أهلا بيكي في يوميات البحث عن السيروتونين، هرمون السعادة. النهاردة هقدم لك أبسط طريقة علشان تعملي بيها تابلو تجددي بيه شكل بيتك، وبجد مش هيكلفك أي حاجة. بس قبل ما نبدأ الفيديو ياريت تقوليلي انطباعك الأول عن الماتيريال المعمول منها التابلو ده أول ما شفتيه. هستنى رأيكم في الكومنتس. القصة بدأت لما رحنا البارك ولقينا ورق شجر واقع على الأرض، وابني قال لي يا ماما دي شبه الباترفلاي. في الوقت ده ألهمني إن أنا أعمل منها التابلو. جمعنا ورق كتير وقلت لما أروح هفكر إزاي أقدر أعمل منه تابلو واستغل شكله. أول حاجة عملت معالجة بسيطة قوي للورق دوت، بإن أنا جبت طبق حطيت فيه مية وشوية من البريل، وبسفنجة ابتديت أمسح عليه بالراحة علشان أنضفه تماما من التراب اللي عليه، وبعدين نقعته في المية دي لمدة دقيقة علشان يطرى، وأقدر أبرمه من الجنبين علشان ياخد الكيرف بتاع الجناح بتاع الفراشة. خلصت الكمية كلها وحطيتها على مكان علشان تنشف فيه، وبعد كده دخلتهم كلهم جوه بعض بعد ما نشفوا، وقلبتهم على وشهم علشان يفضل شكل الكيرف موجود ومحفوظ وينشفوا عليه، علشان الورقة بتاخد نفس الشكل اللي بتنشف عليه. أي كرتونة هتقصيها بالشكل اللي انت عايزاه، مربع أو مستطيل، هتعملي منها قطعتين، التانية هتكون أصغر بسنتي واحد من كل جنب علشان نعمل بيها كفر للظهر بتاع التابلو. هنستخدم كمان قماش الخيش دوت، أنا كنت جايباه من العتبة المتر ب25 جنيه. فروع شجر ناشفة، والورق اللي غسلناه وبرمنا الحروف بتاعته وسبناه لحد ما ينشف وأخد شكل الفراشة. هنحتاج كمان الأكريليك المائي، ودوت بنجيبه من عند أي موان وسعره رخيص جدا بحوالي 25 جنيه البرطمان دوت، وبقاله عندي كتير. هنحتاج لون ذهبي دوت برضو أنا جبته من عند الموان. هنحتاج فرشة طبعا علشان ندهن بيها اللون الذهبي على حروف الورقة. هنغلف الكرتونة بالخيش. هنغطي الظهر بالجزء التاني من الكرتونة. دلوقتي وبكل بساطة بقت جاهزة علشان نشتغل عليها. هبتدي بس في الأول كده أعمل الديزاين بتاع التابلو بفروع الشجر وبالورق اللي أنا عالجته قبل كده. هنبتدي بقى ندهن كل ورقة بطبقة من الأكريليك المائي، هو بيكون لونه أبيض بس بعد ما بينشف بيكون لونه شفاف. ليه فايدتين، إن هو أول حاجة بيدي لمعة للورقة، وتاني حاجة إن هو بيزود الانتجريتي أو التماسك بتاعة الورقة. بعد ما طبقة الأكريليك المائي نشفت تماما على ورقة الشجر، هنبتدي ندهن الأطراف بتاعة ورقة الشجر باللون الذهبي اللي جبناه من عند الموان، واستخدموا اللون اللي بيجي في برطمان أحسن من السبراي، لأن السبراي هيهدر منكم كتير جدا، بيطلع بره مكان اللي انتوا بترشوا فيه، مكان الطروف بتاعة الورق بتاع الشجر، بالذات لو بتلونوا حاجات أو أحجام بسيطة.
ده بقى الشكل النهائي للورق بعد ما لوناه. دي مقارنة بسيطة كده بين شكل الورقة قبل ما نحط عليها الأكريليك المائي واللون، والورقة بعد ما حطينا عليها الأكريليك المائي واللون الذهبي على الحروف. هنبتدي نقص عيدان الورق علشان نبتدي نثبتها على التابلو. كان عندي فرع من الورد الأبيض وحجمه صغير جدا، قلت إن أنا ممكن أحطه فوق كل ورقة فيبان شكل الفراشة أكتر. محتاجتش بقى ولا شنيور ولا أي حاجة علشان ألزق التابلو دوت على الحيط، لأن وزنه خفيف جدا. كل اللي احتاجته هو لزق دبل فيس ولزقته على الحيطة. ده بقى شكل التابلو بعد ما علقناه، وبالنسبة لي هو كان مناسب جدا للون العفش عندي ولون الستاير. ممكن طبعا تغيروا لون الخيش لو انتوا عندكم ألوان تانية في العفش عندكم، يعني مثلا ممكن في خيش لونه موف، في بينك، في أخضر، في ألوان كتيرة قوي من الخيش موجودة، ممكن تغيروها على حسب لون العفش اللي عندكم. يا رب فكرة النهاردة تكون عجبتكم، وما تبخلوش عليا باللايك والشير والسبسكرايب. اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل الإشعارات الجديدة بالفيديوهات اللي هنزلها إن شاء الله. ويا رب يومكم سعيد ومليان هاي دوز من السيروتونين، هرمون السعادة. مع السلامة.